السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه اللي في إيدي ده قطع صابون كده أنا عاملاها من بواقي صابون الاستحمام اللي بيتبقى عندنا في الحمام. ممكن بقى تستخدميه في حاجات كتير. تعالوا وأنا أقول لك بقى تعملي بيه إيه. يلا تابعيني في الفيديو وما تنسيش اللايك والشير وتشتركي في القناة. قبل ما تخرجي كده من الفيديو نعمل لنا لايك جميل كده وكومنت حلو من إيدك الجميلة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الصابون بقى، وانا بصبه بقى اي مواعين عندك بلاستيك، ما علب كريم، اي علب بتاعه زبادي، اي حاجه كده تصب فيها كده الصابون الكريمي ده، وهتستخدميه في حاجات كتير. ممكن تحطيه في الغسيل، ويكون عندك اي بقع كده في الغسيل بتحطي كده قطعه منه، تكسري كده حته كده وتدخليها مع الغسيل في الغساله. مش حطهاش في الدرج، تحطيه في جوه الغساله مع الغسيل كده، وتسيبيه بقى كده ينشف، مش هيجرى له اي حاجه. بص بقى بواقي الصابون معايا بقى كده، وما تخافيش على المواعين ديت اللي انت تحط فيها الصابون، مش هيحصل لها اي ريحه ولا هيجرى لها اي حاجه اللي احنا هنسيح فيها الصابون. يلا بينا بقى على الفيديو ونشوف بقى وما نضيعش وقت كتير. جمعي بقى كل قطع الصابون، مش مهم بقى الالوان اللي فيها. حطي بقى شويه ميه كده على النار. عايزين هنعمل ايه؟ زي حمام بخار كده من تحت، زي ما اكون بتسيح الشوكولاته. وتحطي بقى الصابون بتاعك، وسلام بقى لو جبتي بقى نفسك بقى كده، جيتي بقى بالليل وحطيت لهم شويه ميه كده وسبتيهم يلانوا شويه، او قبلها بكام ساعه كده. حطي عليهم شويه ميه وسيبيهم يلينوا عشان ما تاخديش وقت على البوتاجاز كتير. بس انا حبيت اجيب لكم التفاصيل من البدايه عشان لو حد يستخدمهم ناشفين يعملهم ازاي. بتحط شويه ميه سخنه كده من الميه اللي بتغلي تحت دي، وتسيبيها كده من فوق عشان يسيحوا كده بسرعه، والميه التانية تبقى من تحت. ما تحطيش الصابون كده مباشر على النار عشان ايه؟ ما يمسكش في الاطباق من تحت، يمسك فيها كده ويلزق منك. هتفضلي بقى تسيحي فيه، وكل ما تلاقيه في قطع صابون هات شويه ميه من السخنه اللي من تحت كده وحطي عليه وحطي عليه لحد ما كل الصابون اللي متبقي ده عندك ينشف. بعد كده تجيبي بقى معلقتين زيت، اي زيت عندك ان شاء الله، زيت اكل، زيت جوز الهند، زيت زيتون، وتحطي لك كده معلقتين 3 زي كده مثلا، وبتدوبيهم عليها بحيث ان الصابونه تبقى ناعمه كده وتبقى حلوه معاكي. حتى لو حطيتيه في الغساله مش هيضر الزيت في اي حاجه. اي زيت عندك موجود حطي كده معلقتين كبار حسب الكميه اللي انت جايباها، او 3 اللي انت محضراها كده، وهتسيحيها وتروحي مدخلاهم بقى عندك فين؟ في العلب اللي هنشوفيها دلوقتي اللي انا بصب فيها. سيبيه بقى يسيح، وتسيبيه تخليه كده كريم، ما تخلوش يغلي كتير. هو اول ما بيفك كده معاك وتلاقي اي قطعه فيه لسه قاعده، تحط شويه ميه، تحط شويه ميه. كل ما بلاقي كده لسه فيه بحط شويه ميه صغيرين، شويه ميه صغيرين لحد ما يسيح معاكي. ولو لقيتيه هينشف منك، تروحي برضو جايبه شويه ميه من تحت قبل ما تصبيه في العلب. وهتشوفي بقى ان انا لما باجي اصبه، اي علبه عندك بلاستيك بتجيبيها زي كده وبتحضريها، وتروحي بصي بتلاقيه كريمي كده زي الكيك، زي كريم زي الكيك كده، كريمي زي الكيك كده معاكي. طب وانا ممكن استخدمه كده لو انا مش عايزه اعمله قطع صابون؟ حطيه بقى ببطرمان عندك، او حطيه في علبه وقطعي منه كده وحطي في الغساله مع الغسيل، وتاخديه بس تحطيه مع الغسيل من جوه، بلاش تدخليه في الدرج عشان ما تلاقيهوش قاعد كده في الدرج زي ما هو، لا. تعالي كده جوه الغسيل بعد ما ترصيه وامسكي قطعه كده وحطيها معاه، اي بقعه عندك في الغسيل هتختفي، وبيديكي ريحه حلوه كمان في الغسيل. بصي بقى كده انا بتدب كده العلبه لما بتحطي فيها عشان تخرجي اي هوا منها. وتشوفي بقى اي علب عندك تانية وتجمعي بقى وتحطي بقى. انا جبت عندي علب غطا الكريم كده، غطا العلب الكريمه، الكريم اللي عندي بتاع الشعر، كريم الوش، اي حاجه. وابتدي اصب بقى وتسيبيه بقى في الهوا، هو هيجمد مع نفسه، وتقدري تخرجيه تستخدميه في الحمام او تستخدميه في الغسيل، مش هيخسر معاكي في اي حاجه. خليه كده للاطفال يغسلوا بايديهم، تحطيه على الحوض، تحطيه على البانيو، مش هيخسر. بصي جمد في ثانيه، مسافه ما نقطه وقعت كده راح ماسك على طول، وبقى قطعه صابون على طول. واشوفك في فيديو جديد واقول لك السلام عليكم واستفاده جديده. السلام عليكم.